غسلوني وكفنوني وصلوا علي ودوني المقبرة وأنا حي. اسمع إلى هذه القصة. في عام 1989 وعند الساعة 8 صباحا، طبعا في المحافظة اللي نسكن فيها، نسكن في مناطق ريفية، جانا أمطار شديدة مع صواعق ورعود وبروق، شيء مخيف. الصاعقة تدخل بيتنا وتضرب جوة بيتنا، ويصاب أخواني وكثير من أهلي وأنا معهم. طبعا إصابتهم كانت خفيفة والحمد لله، يعني إغماء لمدة 5 دقائق 10 دقائق وصحوا، وأنا الوحيد اللي ما صحيت، يعني ما في أي حركة، لا نفس، عيوني مغمضة، لا ما في أي بوادر تؤشر أن أنا لا زلت على قيد الحياة. استدعوا واحد من الصحيين المتواجدين عندنا في القرية، جاء المهم حط حقه ذيك السماعة، النبض ما في، أكد لهم 100% أن أنا خلاص، أن أنا توفيت. وأنا أسمع كل الكلام هذا، وأسمع كل الأصوات، وبكاء الوالدة والجيران والخالات والأعمام والأصحاب، وبكاء شديد وحزن، وأنا أقول لهم أنا حي يا جماعة ما فيها شيء. طبعا ما كنت أتكلم، بس أنا لما عندما صحيت وقالوا لي ما كنت أتكلم ولا في حركة، وبكى المهم، والناس خلاص يعزوا، وأنا طبعا في الخيال كنت أصرخ صراخي ربما لو أنه حقيقة بيسمعوني الإنس والجن والمشارق والمغارب. بكاء وحزن وتجهيز، وجال ناس اللي في القرية والمغسلين والمشيعين أكدوا 100% أن أنا ميت. طبعا أنا سامع الشيء هذا، بس ما أتحرك، ما في نفس، عيوني مغمضة، يؤكد الناس أن أنا ميت 100%. بدأوا خلاص غسلوني طبعا، وأنا على السرير الغسيل وأنا أصارخ. أنا يعني أتخيل أنا أصارخ والناس تسمعني، ليش ما تسمعوني؟ أنا أكلمكم، تخيل أن أنا أتحرك، تخيل أن أنا أبذل مجهود، ما في أي حركة. طبعا هذا يقول لي الوالد والحضور اللي كانوا موجودين، يقولوا ما في أي حركة ولا صوت ولا كلام ولا شيء، دليل أنك ميت 100%. بس أنا من واقع أني كنت أصرخ. طبعا يا جماعة أول ما جردوني من ملابسي وبدأوا يغسلوني، شعور مخيف مخيف مخيف. أنا في سن حوالي 17 سنة، كل ما مر علي وأنا في الموقف هذاك ما تذكرت أي عمل فيه خير. كل الشيء السلبي، نهرت إنسان، سفهت إنسان، تكلمت مع أمي بطريقة غير حلوة، عصيت الوالد، قتلت نملة، نبلت عصفار، كل الأعمال السيئة كانت كلها تدور قدامي كذا كأنه شريط ذكريات. ما في شيء حلو قدرت أتذكره في نفس الموقف. ومع ذلك موقف مرعب، وأنا أصارخ يا جماعة لا تغسلوني أنا حي، أصارخ. طبعا ما في صراخ، ما في أي حركة، أنا ميت. بس هذا الخيال، هذا اللي كنت أنا شايفه وحاسس أن أنا أتكلم. جردوني من ملابسي، غسلوني، كفنوني، طيبوني، شالوا المسجد وهم خارجين بي من البيت، أصرخ، حطوني على النعش، الشيء هذاك المرعب، يعني الشيء لا يصدق. شعور مخيف يا جماعة، شعور مرعب، شعور لا يستطيع أعتهد إنسان يقدر يتحمل هذاك المشاعر. لما خلاص كفنوني وربطوني، أنا في ظن عقلي، يعني أنا أتخيل أن أنا أتكلم وأنا صارخ، يعني صراخ قلت اللي كنت أصرخه لو أنه في الحقيقة من جد وأنا في وعي وأصرخ، الحيوانات بتتعاطف معي وعلى المسجد. يا أخواني، شيء مرعب. وأسمع الناس والأم تبكي وخواتي والأصدقاء حتى هم يغسلوني كانوا بيسألوا المغسلين، طبعا الشباب حق القديم يعني على نيتهم بيسألوا، كان يصلي أدعو له بالثبات، أدعو له بالرحمة، أدعو له بالثبات، شباب أدعو له بالرحمة. يا ويلي، شعور يا جماعة مخيف والله العظيم. إنك لو إنه الموت يجي للإنسان يعني كذا وهو يعني بوعيه ويحس بهذه الشغلات والغسيل والتكفين والقبر والصلاة، شيء مرعب مرعب مرعب. الصخر تدوب من هذا المواقف. ويلا وعلى المسجد صلوا علي والتكبيرات والناس تبكي، وخرجت ومتودعني واخواني يودعوني ويبوسوني. انا كنت اتخيل ان انا احضنهم، اقول لهم ليه ما يعني صراخ، ليش ما تحضنوني، ليه ما تسمعوني، ليه تودوني، انا حي يا جماعه. ما في على القبر خلصوا. المهم ما عاد في واحد كان ينطق باسمي الا وين الميت، وين الميت، وين الميت، وين الجثه، الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه، ادعوا له بالثبات، الله يصبر اهله، الله يصبر امه. وانا في وضع، طبعا انا كنت تقريبا يعني
أنه موت مؤقت، يعني مع ضربة الصاعقة تفقد الوعي، كل أعضائك تتوقف إلا القلب والمخ شغال بنبضات يعني بسيط ما يدركها الناس. الدكتور هذا اللي كشف عليه ما في. يلا على المقبرة، يا أخواني يا أخواني يا أخواني يا أخواني، الله يرحمنا برحمته، الله يثبتنا بقول ثابت. يا أخواني شعور مرعب، شعور مخيف، لأنه حسب ما نسمع المحاضرات والعلماء يقولون أن الإنسان يحس بكل شيء ويدرك كل شيء، حتى يعني في حقيقة في وضع الموت، لكنه يدرك كل حاجة ويسمع، والغسيل والحركة والصلاة يا جماعة وضع مخيف، شيء مرعب والله العظيم. لو إنه لك قلب من حديد ومن الصخر هيتفتك من الموقف المرعب. ودوني وينزلوني، أنا أصرخ، نزلوني في القبر وبدأوا يعني يحطوا عليه التراب وحطوا المجافي هذه أو ما يسمى يعني الطبقة العلوية. يا جماعة أنا أصرخ، يا جماعة أنا أصرخ، يا جماعة أنا أحي، أخرجوني أفعلوني. المهم بينهم بدأوا أول الطبقة هذه الأولى رجعت عليها يعني كل الحركات، يعني حركة السمع والحركة النطق، فتحت عيوني حركة، صرخت صرخة ربما يكون سمعوها المشارق والمغارب. الوالد والناس الحضور يقولوا ما بقي أحد على القبر إلا هرب، شرد من الرعب، ويفكروا أنه أول ضربة من العذاب، واللي هم شاردين يدعوا لي بالرحمة، يا جماعة ادعوا لي بالرحمة، يا جماعة ادعوا لي بالثبات، يا جماعة يفكرون أن أول لحظات العذاب. ويا أبوي لما سمع أول شيء لما صرخت يا أبوي أنا حي، يا أبوي أنا حي، أبوي هرب وإخواني هربوا، المحبين القريب البعيد كل من في القبر شردوا، وبعدين رجعوا يتأكدوا هذا صدى، هذا حقيقة. وأنا أصارخ لما تأكدوا 100% أنه أنا لازلت على قيد الحياة. أخرجوني، أنا في صدمة، كل الموجودين في صدمة يا أخواني، شيء مرعب. لما شردوا الناس من القبر من فوق القبر، لما سمعوا صوتي، لما صرت أعي وبدأت أصلي وأسمع المحاضرات، تذكرت يعني أنا تعايشت مع الموت ولحظات الموت وشعور، وحسيت بالشعور، شعور الناس وكيف لما يغسلوك الموقف ولما يصلوا عليك والقبر. يا أخواني شيء مرعب. قلت لهم لما كبرت وبدأت أعي كمان وبدأت أفكر في الموت وأسمع المحاضرات وعذاب القبر ولقاء الله عز وجل يوم القيامة، لما قالوا لي أن أبي وأخواني والقريب والبعيد لما سمعوا صرختي أن أنا حي أنا حي بأعلى صوتي شردوا. تذكرت يوم القيامة وما الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني كل الناس تشرد. ربما أنا هي هذه الآية كيف يوم القيامة حقيقة الأمر يعني يا أخواني. ولو تشوفوا شعور لما ينزلوك القبر، يا رب أسألك باسمك العظيم الأعظم أن تحيينا مسلمين وأن تميت المسلمين. أسأل الله لي ولكم أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. يا جماعة رعب رعب، يعني شيء لا يصدق، وأن ينزلوا في القبر شيء مرعب، شيء مرعب. لكن يثبت الله الذين آمنوا، كل واحد على حسب عمله وعلى حسب ما قدم. أسأل الله أن يرحمني وأن يرحمكم. ويعني تخيلوا وأنا لا أصرخ وعدم لا زلت في قبر وأقول لهم أنا حي، الناس شردت، الناس تخلت عني، أبويا الإخوان الأعمام شردوا ورجعوا يتأكدوا من الرعب، مع سمعوا أعلى صوت صرخة يقولوا ربما سمعوها المشارق والمغارب. تذكرت يوم القيامة، تذكرت القبر من قبل ما حقيقة الواحد يكون ميت ويقولك الملائكة وتشوف مقعدك وماذا قدمت. يوم الآخرة تقابل أمك إخوانك كل الناس يشردوا، يعني هذا أمر بسيط. تخيلوا يوم القيامة. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. أسأل الله أن يثبتنا بالوثابة. أسأل الله أن يرزقنا طاعته. أسأل الله أن يرزقنا عملا صالحا يقربنا إليه. أسأل الله في ذلك اليوم يوم نوقف بين يديه أن يرحمنا. أسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديكم.